ممنوعين ممنوعين بس عشان مبقاش فيه احراج يعني. معلش انا اسف. انا باخد الكلمه اللي تحب توصلها جماهير الزمالك. ممنوعين والله. حاجه مالناش جمهور الزمالك، فرقه الزمالك مالناش غير ربنا والجمهور بتاعنا ثم بس. فربنا بيكرمنا وبيسترها معانا عشان احنا بنتعرض لظلم كتير، انما ربنا عشان عارف ان احنا نضاف وبنشتغل وبنجتهد وعارف ان احنا في ناس مركزه ان هي تعطلنا. فربنا كبير، ربنا كبير لما احنا بنلعب على بطوله وتحصل القصص ديت انا مش عايز اتكلم ان هو في تكيك، فاهمني؟ في تكيك، انما الناس كلها شايفه والناس المحللين شايفين والدنيا كلها ممكن مش عايز بس في يعني حرام يعني. احنا بنلعب على بطوله لما ننقص لعيب ما تحسبناش ضربه جزاء كتير قوي اوفر في ظل الظروف الضغط اللي احنا عايشين فيه. فريق بيجتهد، فريق حرام ان نادي الزمالك ياخد بطوله، مش حرام، ده اقل واجب بعد المجهود وبعد التعب اللي احنا بنعمله. النهارده يا كابتن ابراهيم وانا قبل المباراه بسالك عن تشكيله الفريق، قلت ده تشكيل فريق المجتهدين. تمام. عايز اعرف يعني الرساله دي والمنظومه والسياسه ورؤيتكم بعيدا عن اسماء اللاعبين. بص احنا بنعمل اللي ضميرنا، اللي هو لازم تشتغل بضمير، لازم ما تظلمش حد. احنا مش انبياء، احنا بنحاول مع الظلمه. في لعيبه اشتغلت في الفتره اللي هي في السعوديه وفي الكويت وفي المعسكر السعوديه والكويت. في لعيبه ما سافروش معانا، حسين وشيكابالا لظروف هم حسوا ان هم مضغوطين، بس في لعيبه كانت مركزه وكانت شغاله. فمن باب اولى اللي كانوا معانا لاخر لحظه وتعبوا هم اللي بدأوا. بعد كده حسين وشيكابالا ما فيش خلاف عليهم، دول اعمده رئيسيه واحسن اثنين من احسن اثنين لعيبه موجودين في الفرقه. كابتن ابراهيم لازم لا كل واحد ياخد حقه، ادام في لعيبه اجتهدت وشغاله تاخد، والدور يجي لو احنا محتاجين شيكابالا وحسين في الشوط الثاني حصل. كابتن ابراهيم الفوز دفعه قويه النهارده، خاصه بتلعبوا ناقصين الشوط الثاني، اديتوا الشوط فعلا اكتر من رائع. ده دليل ان اللعيبه في رجوله، في اصرار، في مقاومه ضد الظلم وضد الحظ السيء وضد حاجات كتيره وضد التربص اللي فرقه نادي الزمالك. انما انا بشكر اللعيبه بتاعتي، وده رساله ان احنا الحمد لله اي مشكله بتحصل بتتلم بسرعه، لان فرقه اللعيبه دي كلهم قريبين من بعض. في الحب ما بين الجهاز، في لعيبه في حب ما بين الجهاز وبين اللعيبه وبين الاداره. فدي الحمد لله اي مشكله بتحصل، لو المشكله اللي حصلت دي اللي عندنا دي قبل الماتش حصلت مع اي فرقه تهد اي فرقه، انما الحمد لله اتلمت، والحمد لله قبل الماتش قرينا الفاتحه مع بعض من امبارح ومن اول امبارح مع اجتماع مجلس اداره. الموضوع انتهى خلاص، وانتم كل الاعلام عارف ان اي موضوع حصلت مشاكل انتهت. فربنا ادانا على قد نيتنا وعلى قد النظافه اللي في قلبنا. الحمد لله. كابتن ابراهيم الفوز رساله للجميع ان الزمالك بخير، ورساله لجمهور الزمالك ارجعوا محتاجينكم. محتاجين الجمهور، محتاجين احنا جمهور الزمالك طيب، جمهور الزمالك اللي بيلعب، اللي نفسه بيتمنى ان بطوله شريفه بشرف، بناخد بطوله بشرف. اتمنى ان هو الجمهور لازم يملى المدرجات تاني. المشاكل اللي حصلت قبل كده خلاص، حاجات وارده جدا ان هي في ناس نزلت، في حصل مشاكل، في ناس كانت مندفعه، خلاص بتحصل مشاكل كتير وبتخلص. انما جمهور الزمالك ما ينفعش يقعد في البيت، جمهور الزمالك لازم يملى المدرج عشان يبقى اللعيب رقم 12 بعد مع اللعيبه، لان احنا بنلعب على بطوله. رساله لجمهور الزمالك، انا في حاجه عايز اقولها بس بكررها تاني. في ناس اتاخدت في الرجلين في المشكله بتاع الافريقي. الراجل اللي اسمه مصطفى اللي بيشجع، اللي بيقود الجماهير اللي ورا الجون، اللي هو الوايت نايز. فالراجل ده غلبان، الراجل دوت مجرد ان في ناس ما عندهاش ضمير، في ناس ما تعرفش ربنا، حطوا الراجل ده في وش المدفع. انا بقول للناس المسؤوله، لمجلس الاعلى للقوات المسلحه، الناس تتحقق. الراجل ده مظلوم جدا. الراجل دوت عمل مع المجموعه اللي كانت موجوده بدايه الماتش طابلوه كويس ولوحات كويسه، كان بيغني وكان بيعمل حاجه كويسه، انما ما عملش حاجه مش وحشه. فبقول لو في ناس تانية نفسها ان يخلصوا من رموز الجمهور، الناس النضاف. فمصطفى ده من الناس النضاف. اتمنى من الناس كلها ما يبقاش كبش فدا. اتمنى الناس اللي هي تحقق باحترام وتحقق بهدوء، لان انا بقول الراجل ده غلبان جدا، ووالدته للاسف يعني بعد ما اتفاجئت بوالدته في العنايه المركزه. فاتمنى الناس تبقى في رحمه، لان الراجل ده مظلوم، وانا
في الملعب ما شفتش الراجل دوت نزل المدرجات، دي شهاده عند ربنا. الف مبروك كابتن ابراهيم. فوز غالي جدا بالفعل، وخاصه الشوط الثاني بتلعبوا 10 لعيبه قدام فريق قوي زي حرس الحدود. لا طبعا انا مبسوطين جدا طبعا النهارده ان احنا كسبنا فريق زي فريق حرس الحدود، فريق قوي جدا من اقوى فرق الدوري، واحنا مطرود مننا لعيبه. الحمد لله قدرنا ان الكابتن حسام قدر يعدل حاجات معينه في الملعب، والحمد لله قدرنا نكسب. فوز دفعه قويه للزمالك للمواصله. احنا راجعين واحنا اول الدوري، احنا اقوى دفع في الدوري الحمد لله. الحمد لله بنحمد ربنا 3 بونت الحمد لله، و3 بونت دول مهمين في اول الدور الثاني، وان شاء الله باذن الله نقدر نكمل الماتشات الجايه باذن الله عشان نفرق جمهور الزمالك ان شاء الله. مبروك الهدف النهارده. شكرا الله يخليك. حسين ياسر محمدي، فوز غالي النهارده بالفعل على حرس الحدود، ونتيجه كبيره قدام حرس الحدود، خاصه الزمالك بيلعب ب 10 لعيبه طول الشوط الثاني. الحمد لله على الفوز ومبارك للجمهور. وطبعا كانت مباراه صعبه، فريق حرس فريق محترم ولاعبين ناقصين من الشوط الاولاني، فكان في صعوبه شويه، لكن الحمد لله العزيمه والروح هي اللي كسبتنا المباراه النهارده. عمرو الصفتي مدافع الزمالك، احكي لنا حكايه الطرد النهارده، وخاصه جمله اعتراضات على حكم المباراه بعد طرد عمرو الصفتي. ما فيش، الكره بلانتي يعني مليون في المية، يعني ما فيهاش أي شك. أنا اتفاجئت كمان بيديني الإنذار الثاني ويطردني كمان. فالحمد لله على المكسب النهارده، كان هتبقى العملية صعبة جدا في الدوري، كان هيبقى فيها اعتراضات كبيرة قوي لو كنا تعادلنا النهارده، بس الحمد لله كسبنا النهارده وفرحنا الجمهور. الفوز دفعه بقى قويه ورساله لجمهور الزمالك انه يرجع لكم تاني في المدرجات. لا، هو جمهور الزمالك على طول معانا يعني، وان شاء الله الماتش الجاي نكسب ان شاء الله ان شاء الله. مبروك الفوز النهارده، دول 3 نقاط غاليه بالفعل في صراع الزمالك للوصول للقب بطوله الدوري هذا الموسم. طبعا الحمد لله على المكسب النهارده في بدايه الدور الثاني، تفرق معانا كتير الحمد لله، وبنبعد عن المنافسين لينا. والنهارده الحمد لله عملنا ماتش كويس، حتى احنا ناقصين الشوط الثاني من اواخر الشوط الاولاني ما حسيناش بفرق، احنا يعني طول الوقت كنا داخلين فرقه الحرس، والحمد لله احنا قدرنا نكسب الحمد لله. ايه اللي قالوا لكم كابتن حسام حسن بين الشوطين، وخاصه نازلين الشوط الثاني بتلعبوا 10 لعيبه قدام فريق كبير بحجم حرس الحدود؟ مفيش والله، هو اشتغل زي ما كنا شغالين الشوط الاولاني، وحته اللي هو لعيبه الطرد مش تفرق معانا كتير، ان احنا يعني بنكون نلعب 4-4-2، والله ما الطرد ما جاش معانا كتير، لعبنا 4-4-1 فما جاتش معانا كتير. والدنيا الشوط الثاني كنا مسيطرين، ونص ملعب الحرس 45 دقيقه الشوط الثاني، والحمد لله المكسب الحمد لله. الف مبروك عليك. الله يبارك فيك. على فريق بحجم حرس الحدود. هو طبعا اولا الحمد لله، وده اجتهاد زمايلي وتركيز من اللعيبه حتى اللي بره اللي نزلوا، وانت عارف ان الكابتن حسام تركيزه اللي احنا لازم 3 بونت، ودي بدايه كويسه، انت عارف فتره توقف كبيره وبتاع، فاحنا 3 بونت دول كانوا مهمين الفتره دي، واللعيبه اللي كانت غايبه وبتاع، فدي فوق يخلي اللعيبه تفوق الفتره الجايه ان شاء الله. واحنا الدور الثاني الكابتن حسام يعني في كلامه في المحاضره ان ده اول خطوه للدرع ان شاء الله، الماتش ده والماتشات كلها اللي جايه مركزين ان شاء الله. كويس، بنلعب فريق محترم وبدايه الدوري، ف حاجه كويسه انك تكسب، وبرغم النقص العددي بنلعب اكتر من شوط، يعني بتلعب حوالي 60 دقيقه ناقص او اكتر كمان من 60 دقيقه، وبتكسب فرقه زي الحرس، فريق محترم طبعا معاهم، يعني عندهم لعيبه محترمه وجهاز محترم، فده حاجه كويسه يعني. محمود فتح الله، فوز غالي جدا، وخاصه بعد ازمه الكبار وازمه المستحقات وتمرد النجوم، شايف ان دي رساله ان نادي الزمالك بخير، وان تفكيركم دايما في الملعب غير التفكير خارج الملعب؟ طبعا الزمالك على طول ان شاء الله هيبقى بخير، ومفيش نادي في مصر ما بيحصلش فيه مشاكل. عايز اقول ان يعني مش عايز ادخل في الموضوع ده عشان الموضوع ده حساس شويه، لكن اللعبه دي لعبه محترمه وكلهم بيحبوا النادي وولاد النادي، وفضل الزمالك علينا كبير طبعا، لكن مشاكل الحمد لله يعني مشاكل بسيطه وبتتحل بسرعه الحمد لله، وما بنقفش عند اي مشكله، وربنا بيكرمنا وبنتعب وبنركز في ماتشاتنا، بنحاول نعزل نفسنا يعني. الحمد لله مشكله جت، وفي خلال يوم او 2 تقريبا اتحلت الحمد لله، وركزنا في الماتش والنتيجه ان احنا كسبنا يعني. بعد كل هدف كنتوا بتجروا دايما على عبد الواحد السيد، هل هو عرفان بالجميل الكابتن عبد الواحد السيد، وخاصه كابتن وقائد نادي الزمالك؟ طبعا كابتن عبد الواحد كابتن النادي ولاعب محترم وخدم النادي كتير، يمكن عشان يعني ظروف الماتش ده خاصه شويه، يعني عايزين نعرف الناس رساله للناس ان احنا كلنا كلاعيبه بنحب بعض وبنحب نادي الزمالك، وحاسين بقيمه نادي الزمالك، حاسين ان احنا بنلعب في نادي كبير، فعشان كده لما نجيب جون كلنا بنروح لبعض، يعني دي حاجه كويسه يعني. في الاصرار موجود ان هنكسب، ويمكن لعيبه حرس الحدود حسوا بيها قبل الطرد وبعد الطرد، ولما جه فينا جون كأن لم يكن. ده الجديد اللي من الموسم اللي فات، ده اللي حصل للفريق من الموسم اللي فات، يخش فيك جون ممكن تكافح، والتوفيق بتاع ربنا، ممكن تجيب جون تتعادل، ممكن تكسب وممكن ما تكسبش، لكن تعمل اللي عليك. فده اللي حصل النهارده، اللعيبه ادت بعد الطرد، موقف صعب جدا. انا من وجهه نظري في حد قال لي ان هي الناس قالوا لي اللي شافوها بنالتي،
يعني انا بتكلم دي نقطه مؤثره، نقطه انا مش بعترض، انا مش بعترض، هي نقطه مؤثره في احداث الماتش من الناحيه الفنيه، اثرت علينا من ناحيه، اثرت علينا من الناحيه الفنيه. انا عايزها انا ماشي بس عشان احنا بنجيب سيرة. اوكي انا الاول انا سعيد ما نجيبش سيرة التحكيم في العملية. خلاص اتفضل. بص يا كابتن انا سعيد ان القاعه اللي موجوده مصرين ان هي كوره بنالتي، مصرين ان الكوره بنالتي، وارد الخطا لكن كانت ممكن تاثر في البطوله، ولكن اللي حصل ان هي من بنالتي لينا وجون لالغاء جون لطرد واحد، لطرد لعيب يخسرنا ماتش. فهي دي حته كانت صعبه، لكن اللعيبه عندي رجاله وانا قلت بعد الطرد قلت ربنا كبير، لان انا مؤمن من الناس المؤمنين جدا على قد ما اقدر من وجهه نظري، ان انا عارف ان ربنا كبير قوي. فبالتالي كان عندي ثقه في واداء لعيبتي كان واضح ان هم عندهم اصرار. على فكره انا من ضمن الحكام اللي انا بعزها وقدرها الكابتن ناصر عبد الرؤوف ومجموعه كبيره من الحكام، ولكن كان في يعني كانت في حاجات ممكن تاثر علينا وتعمل البطوله تضيع علينا مشوار من البطوله. لكن انا قبل البطوله عشان برضو قبل ما نبدا الماتشات انا قايل ان عندي 15 ماتش ولسه في 5-6 فرق بينافسوا، ما قلتش انا الاول ولا انا بقول احنا بننافس كاننا بنجري من اول السطر. لكن عشان كده برد على الناس اللي بيقولوا ان في ناس تخيلت ان هي خدت البطوله، لا، لو في مدرب بيفكر بالطريقه دي يبقى ما ينفعش مدرب ان هو لو فاكر ان هو خد البطوله من اول الدور الاولاني. لكن انا لسه المشوار طويل، والنهارده خطوه من خطوات السعي للقب. اللعيبه رجاله، اللعيبه زي ما قلنا قبل كده قبل المشكله اللي حصلت والتوتر اللي كان بيننا وبين بين النادي. طبعا انا بالنيابه عن اللعيبه اللي كانت موجوده في اللعيبه كلها بعتذر لجمهور نادي الزمالك وللجهاز الفني واي حد زعل من اللعيبه كلها، ان احنا ان شاء الله هنبقى رجاله زي النهارده، زي ما اللعيبه كلها كانت رجاله النهارده. والمباريات زي ما قال الكابتن حسام بناخدها مباراه، والحمد لله ان احنا قدرنا نكسب 3 نقط النهارده، وده بالنسبه لنا طبعا بدايه زي ما قال الكابتن حسام دلوقتي، بدايه ان شاء الله بطوله غاليه، بطوله الدوري، ونوعد جمهور الزمالك ان احنا هنبذل قصارى جهدنا في الفتره اللي جايه، والتوفيق طبعا زي ما التوفيق طبعا بتاع ربنا، لكن احنا كل اصرارنا وكل تركيزنا هيبقى في المباريات اللي جايه على المكسب ان شاء الله.